اسمي وفاء علي عباس من قرية كوتشو. الشيخ العشيرة مال قرية كوتشو الدواعش حاوطونا بالمدرسة بالقرية، وجمع الشيخ مال القرية وقالوا له 3 أيام إلكم، أما تستسلمون أما تطلعون يعني ناخذكم. الشيخ العشيرة ما قبل، يقول ما أسلم نفسي ولا أستسلم. بعدين حاوطونا القرية كليتها، حاوطوها، وكان مدرستين بالقرية، واحدة عربية واحدة كردية، يجمعون كليتنا بيه. ومن كنا بالمدرسة الأبهات واحد أخذوه، والشباب واحد، والأطفال واحد، والنساء واحد، والعجائز واحد، والأمهات واحد، وكل من واحد. وبعدين جابوا باصات وجابونا على الموصل. من جابونا على الموصل كان حديقة، حطونا بالحديقة بالليل. من وصلنا يعني على الموصل حطونا بالحديقة، ومن الحديقة كنا بنات هواية يزيديين، هم جمي والبنات واحد عزلوه، والجهال الصغار واحد، والأمهات واحد. كان معايا أمي وأختي وأني وكل البنات ويانا. بعدين جابوا باصات من هذين الكبار وحطونا بيه، ما خلوني لا أشوف أمي ولا أمي تشوفنا. أمي قامت تصيح وأني وأختي كلنا قمنا نصيح، يعني ما نريد نتفارق وبعدنا صغار وما شفنا شي من بعض. وبعدين من الموصل جابونا على الرقة. بالرقة حطونا بمدرسة، وكل واحد جا أخذ له وحدة. قام يبيعونا ويشترونا، كل واحد جاي يشتري وواحد يبيع، يعني ساعة عن ساعة واحد يجي وياخذ وحدة ويشتريها ويقتسبها ويرد يرجعها. وأكو هواية، يعني إحنا يزيدين هواية. أول ما حطونا بالمدرسة هربنا، بس ما قدرنا نخلص نفسنا. إحنا هواية كمية كبيرة، يمكن 70 وحدة هيج 60 وحدة يزيدين. إحنا كنا هربنا صرنا بين البيوت وقمنا نتختل بين البيوت وهيج، بس ننهزم يعني نرجع لأهاليتنا. ما قدرنا، رحنا على راس الشارع وقمنا نوقف بالسيارات أحد يساعدنا، ما حد ساعدنا، كل من يقول أخاف وراح يأذونا وما أعرف شنو، ما حد ساعدنا. بعدين مشينا شوية وصار بيناتنا سيطرة مع الدواعش ولزمونا ورجعونا بالمدرسة. وكان من رجعونا على المدرسة قام يضربون بينا ويهينون بينا ويرزلون بينا. من هي اللي كانت سبب يعني أخذوكم، ومن هي اللي قالت هالشي هذا يعني ننهزم، ومن اللي قالت لكم؟ ما حد قال، يعني احنا هيك تخططنا ورحنا وشي. وبعدين كل واحد كل ساعة كل دقيقة واحد يجي
غصب علينا يجرنا وياخدنا. اني كانت معاي اختي خرسة وما تسمع حيل، جا واحد نص الليل اخذها، اني وياها قال اخذها وحيدها. قمت اني ابكي وهي قامت تبكي وانا اصيح، هي قامت تصيح. قال اخذها وحيدها. قلت له هي ما تسمع ما تفتهم وما يصير هذا العمل بعدنا احنا صغار. قال لا كل من واحد. اخذوها اختي بنص الليل، شحطوها من شعر راسها ووقعوها من الدرج واخذوها. من اخذوها ما اعرف عنها كل شي، وهي قامت تبكي وانا قامت ابكي وكل من واحد يعني اخذوها. وبعدين واحد جا اخذني هم غصب عني، جا اخذني وقام يضرب بيا ويهين بيا ويرزل بيا وهم اغتسبني. ومن اغتسبني قلت له اني وزواج شنو؟ ليش هيك هذا العمل تسوون بينا؟ ليش هيك تسوون؟ مو احنا الصغار ومو احنا ما نفتهم. قال هذا هو. بعدين هو اول واحد ظليت معاه يمكن شهر ونص وباعني لا غيره، والآخر همين يمكن شهر هيك وهم باعني لا غيره. 6 أخذوني، وهنا هم زوجوني قصب 7. وبعدين واحد باعني للغيرة والآخر باعني للغيرة. السادس واحد قال هاي حرة، يعني ما حد لا إلها علاقة بي ولا أحد يشوفك ولا أحد يعني يبيعك ولا أحد يشتريك، ما حد إله دخل بيك. وصار غزوة وقتال، قال لأصدقائه من أنقتل أو يصير بيه شي هاي حرة، وتوصلونها يم عمتها. كانت عمتي موجودة بالميادين. وبعدين هو انقتل وطلعنا من الرقة، جينا على الميادين وقمت أدور على عمتي ولقيتها عمتي، رحت عليها وعاشرت وياها. وبعدين من الميادين جينا على الهجين، وعلى الهجين على المراشدة، وعلى المراشدة اتزوجت أبو أحمد. عنده نسوان 2 وأنا الثالثة، بس كان معاملتهم حيل زينة، ما يضربوني ولا يهينوني ولا يسوون بي شي، كانت معاملتهم حيل زينة وياي. وبعدين تزوجت بالمراشدة، وبعدين من المراشدة جينا على الباغوز بالنقار وبالهان. وبعدين من الباغوز جينا على المخيم. من المخيم هو أبو أحمد راح انسجن، وجانا خبر ميت بالسجن، وبقيت ويا أم أحمد وضرتها. هي أول وحدة موجودة والثاني وحدة لا، طلعت على الأربيل وأني بقيت وياهم. السابع واحد تزوجني هنا بالمخيم. سابع واحد تزوجني هنا بالمخيم، هم غصب عني زوجوني. وهو راح على الحملة الأولى انسجن، وأني رجعت على ضرتي الأولى. كان بيناتهم يصير قتل، وكان بيناتهم عداوات، وكان بيناتهم كراهية،
وكان يقتلون المرأة، كان يقتلون المرأة اللي مو زينة وما أعرف شنو، والزلم مو زينة وشي، ويقتلونها ويذبحونها. وأنا من كنت أسمع بهذا الشيء كنت أخاف حيل، أخاف على نفسي حيل، يعني بدواعش أما يوم من الأيام يجون يذبحوني أما شي، كنت أخاف. لا أنا ما كنت لا أدرس ولا كنت أطلع من الخيمة ولا شي، يعني أحب يعني علاقة بس لي بنفسي وبس، ما أطلع على أحد ولا أروح على أحد ولا أحد يعرفني، بس ضرايري وبس يعرفوني أنا يزيدية. وللباقيين أنا ما قلت لأحد يعني أنا يزيدية أما شي، لا ما حد يعرفني. ما كنت أريد أقول لأحد يعني أنا يزيدية. خفت على نفسي يوم من يعني مو يقولون اليزيديين كفار وما أعرف شنو، خفت على نفسي يعني يوم من الأيام أندبح يقتلوني، من هالشي هذا ما عرفت نفسي لأحد. هسه القوة اللي بيتشي حرروني من المخيم الهول، ساعدوني، وأني هسه أريد أرجع على أهلي وأريد أعيش حياة من جدة وجديد يم أهلي وننجمع سويا. الحمد لله بخير ومبسوطة، اليوم قبل باكر أريد أرجع يم أهلي. بس أقولهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، مثل ما هيك سووا بيا وأنا كنت بعدني بنية الصغيرة وقصبوني على هذا الشي وخلوا حياتي جحيمة وهانوني وضلوني وتعبوني،